هيدي من اجمل الاماكن الطبيعيه بلبنان، بس كتير متعبه لتوصل لها. قديش الدخوليه؟ شو الشغلات اللي حتشوفها؟ وهل مستحق التجربه بعد كل هالتعب؟ خلينا نشوف. المكان موجود بمحمية جبل موسى المصنفة من اليونسكو، وفيها مسارات هايكنج بتقطع بين الغابات والتضاريس الجبلية. بس توصل في باركينج واسع، ومن هذا البيت الحجري بتقطع تيكت للدخول سعره $4 بالأيام العادية و$8 بالويكند. المسار للبحيرة بياخد حوالي 45 دقيقة، والطريق منه سهل، في نزلات وطلعات قوية. أوقات بتمشي على مسار كله صخور، أوقات على تراب، وأحيانا على ممرات خشبية مثل طلوع دراج. بس بنفس الوقت حواليك كله خضار وهدوء بيخلوك تستمتع بالمشي وسط الطبيعة. هلا بعد 3/4 الطريق بتوصل على بلكون خشبي بيطل على البحيرة. المنظر من فوق خيالي، حتشوف كامل المشهد مع الجبال وجمال الطبيعة. وبس تخلص تصوير بتكمل نزول، وبتقطع على نبع مي طالع من قلب الصخر. الكل بيشرب منه وبيستريح، ومن هون بيبقى شي 10 دقايق لتوصل. اول ما توصل رح تلاقي قدامك بحيرة طبيعية من اجمل ما يكون، مي نقية وصافية، والمكان كتير نظيف ومرتب لان في عناية يومية. اما حوالي البحيرة فكله جبال واشجار بيعطوا منظر رائع. المكان مسموح فيه السباحة والجلوس على الشاطئ، بس ممنوع التخييم او تشعيل النار. صح الطريق فيه شوية صعوبة، بس أول ما توصل على البحيرة رح تنسى التعب كله وتستمتع بهالأجواء. خصوصي إذا كنت من محبي المغامرات والهايكينج، أكيد تجربة بتستاهل ويمكن ترجع تعيدها.